سافي تايم كونفرتر عامل زي ما يكون كالكوليتر، بس بدل ما هو بيحمل عمليات حسابيه هو بينقل لنا من وقت لوقت. بمعنى ان احنا ممكن نكون بالتوقيت المحلي مثلا هنا الساعه 9، طب في نيويورك الساعه كام، في دبي الساعه كام، في دلهي الساعه كام، في استراليا الساعه كام، يعني حسب المدينه وحسب المكان. طب ده بيفيد في ايه؟ ممكن نستخدمه ابسط حاجه ان احنا لو عندنا شغل اونلاين ما بين دول متعدده، فاحنا محتاجين نعرف ازاي نحسب التوقيتات علشان نعرف نظبط مواعيدنا. في كمان ممكن ان احنا نستخدمه في ترتيب رحله، ممكن نستخدمه كمان عشان نعمل كوردينيشن او حاجه لويبينار او انترناشونال فون كولز او مكالمات دوليه يعني، او حتى من باب التسالي علشان نظبط نفسنا مع تي في شو معين او ايفنت احنا مستنيينه بيحصل في دوله ثانيه، او احنا مسافرين والايفنت ده بيحصل في بلدنا. او مثلا حتى محتاج لسافي لو انت مثلا مسافر وفرح اخوك او اختك موجودين وهتحضروا اونلاين على الزوم او حاجه زي كده، فانت محتاج برضو تعرف فرق التوقيت، فده سافي اللي بيعمله. طب ليه سافي؟ ليه سافي؟ لان سافي بيوفر عليك فكره ان اوقات في مش كل الدول بتستخدم نظام التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، والفتره اللي الناس بتبقى فيها توقيت صيفي وتوقيت شتوي برضو كمان مش مستمره من دوله لدوله. الحقيقه انا بتلخبط فيها في مصر يعني انا ما اعرفش، هم بيقولوا لنا قدموا الساعه بنقدم، اخروا الساعه بنأخر وخلصنا، وغالبا بعتمد على الكمبيوتر يغير نفسه اوتوماتيك. فلو احنا بقى بنرتب حاجه للمستقبل وما احناش عارفين اذا كانت الحاجه دي هتتعمل في دوله فيها توقيت صيفي وتوقيت شتوي، فسافي بياخد انتو كونسيدريشن، يعني بياخد في اعتباره التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي. طب في ايه تاني كمان مع سافي؟ سافي تقدر ان حضرتك تضيفه مش بس كويب سايت، انا هحط لك لينك الويب سايت على فكره تحت في الديسكربشن بوكس، بس مش بس تقدر تستخدمه عن طريق الويب سايت، لا تقدر كمان انك تعمل له اكستنشن، تلاقيه كاكستنشن تضيفه زي كده على الابلكيشن او السوفت وير، الويب سوفت وير براوزر بتاعك. وكمان تقدر انك تستخدمه كاب على الموبايل لو محتاجه معاك اون ذا ران في مشاويرك والجو ده، فممكن تنزله على الموبايل او على التابلت. فسافي فيه فلكسبيليتي، بيدي لك اكتر من طريقه تتعامل معاه، فده ليه سافي. المره الجايه هناخد اول مثال واول ستيب في ازاي نتعامل مع سافي. استنونا.